ازيكم عاملين ايه؟ كده خلاص انا فطرت، شربت النسكافيه بتاعي. دلوقتي وقت بقى ان انا ابتدي احضر للغدا. وعلى فكره انا بزود اللبن ميه، لان بقسم كوبايه اللبن بتاعتي على مدار اليوم. يعني انا مثلا لو ليا الكوبايه دي لبن، تمام، دي بقسمها على كوبايتين من الحجم ده، تمام كده. بحب اقسمها لان ممكن كتير اخد مره نسكافيه، مره اخد قهوه باللبن، فبقسمها عشان هي ليكي كوبايه واحده بس في اليوم. او حتى لو الطفل برضو هي كوبايه واحده قوي كفايه في اليوم. كل حاجه لازم بناخدها بحساب، حتى اللبن، حتى لو منزوع الدسم، بس لازم كل حاجه بتاخديها في اليوم بكميه معينه، تمام كده. المهم دلوقتي بقى ندخل على الغدا. ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو نتكلم فيه على الحاجات دي كلها. دلوقتي نبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. انا عندي نص كيلو باميه الحجم ده، انا بحب اجيبها اللي هي الصغيره دي. طبعا انا كنت مخزناها في الفريزر، طلعتها فكت من الصبح من ساعه ما صحيت. فهنعمل النهارده باميه، وهعمل سمبوسه بالبسطرمه والجبنه، وهعمل رز ابيض. عندي نص كيلو طماطم مضروبه في الخلاط، وبرده صلصه لو احتاجنا، معلقه توم في الاول للباميه واحنا بنسبك لها الطماطم، ومعايا زبده انكور طبعا. وعندي كيلو لحمه، بس المره دي مش عرق، المره دي لحمه طبيخ عشان هعمل بيها باميه. وعندي بصل للشوربه، الكبيره للشوربه والكبيره للباميه. وعندي الفلفل دوت اللي هنحطه على وش الطاجن عشان يحميه. عندي بقى لسليق اللحمه ايه، عندي معلقه فلفل اسمر، قرنفل، حبهان، ورق لورا، قطعه جنزبيل فريش، قطعه جزرايه صغيره قوي اللي هو تديني تست خفيف، الليمون طبعا عشان خاطر الباميه، والكزبره الناشفه بقى طبعا هتبقى مع الطشه، فانا ما حطيتهاش دلوقتي، قلت لسه اللحمه هنسلقها 3/4 سلقه. تمام، تعالوا نبتدي بقى نروح على البوتاجاز ونشوف دلوقتي الحله بتاعتي طبعا انا مسخناها زي ما متعودين، بنسخن قبل ما بنحط قطعه الزبده. دلوقتي حطيت قطعه الزبده، هنعمل ايه بقى؟ هنشوح بقى اللحمه كده تشويحه بسيطه، انا مش هسلقها سلقه كامله عشان عايزاها تكمل سواها والطاجن بيستوي في الفرن، بس عشان برضه هنعمل شوربه لسان عصفور فانا محتاجه شوربه، وعشان اسوي الرز بالشوربه برضه مش هسويه بميه. النهارده الجو ساقع والدنيا ممطره، عايزين حاجه تدفي وفي نفس الوقت نكون حادين من دهوننا وحادين من حاجات كتير. اللحمه لما بتاخد تشويحه كده بيبقى ليها طعم تاني ونكهه تانيه خالص ولون. طبعا انا احب اديها تشويحه كده جدا، لحمه او فراخ. نحط بقى البصلايه والفلفل الاسمر واللورا والقرنفل والحبهان، حبهان اساسي طبعا في الشوربه، والجزرايه والجنزبيل. الملح طبعا ما بنحطوش دلوقتي خالص عشان اللحمه ما تاخدش سوا والشوربه ما تحدقش. هنحضر بقى الميه اللي هننزل بيها على اللحمه.
طبعا الميه لازم تغطي الحله دي، وهنسيبها تستوي 3/4 سلقه زي ما اتفقنا. كده تمام. هسيبها بقى تتسلق. عقبال ما تتسلق هنجهز للباميه ونجهز للرز والكلام ده كله، بس اللحمه تتسلق الاول 3/4 سلقه، وبعد كده نبتدي نجهز الكلام ده كله. دلوقتي اللحمه بتاعتنا اهي شغاله زي ما اتفقنا. هنسلقها 3/4 سلقه عشان نشتغل بيها في الباميه. بصوا الحته بقى لما بنديها تشويحه، حته اللحمه بتبقى فاتحه ازاي مش غامقه. هرجعها بقى على العين اللي ورا، وابتدي انا بقى اشتغل على العين دي. هشتغل انا بقى على العين دي. هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها قطعه زبده، انا مسخنه طبعا الحله بتاعتي. البصله بصلايه صغيره خالص، انا ما بحطش في الباميه بصله كبيره، بحط بصلايه صغيره. نشوح بقى البصله، وبعد كده ننزل بثوم وكزبره وصلصه. دلوقتي كده البصلايه بدات تصفر. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بحته ثومه، ناخد حته كمان عشان انا مش هطشها تاني. ليه؟ عشان ما ناخدش زبده كتير، فانا هستكفي ان انا بطشها قبل ما انزل بالباميه. يعني احنا بعتبر نفسي ان انا دلوقتي هطش الصلصه والباميه عليها عشان ناخد سمنه مره واحده. هي هتبقى المره دي، يعني هنحط كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في الطشه، اللي هي الكزبره الناشفه، الثومه، فاهمين؟ زي ما بنعمل كده الملوخيه بالشقلوب، اعتبروا برضو الباميه هتكون بالشقلوب عشان ما ناخدش سمنه كتير، ناخدها مره واحده. حطينا الكزبره الناشفه، ونقلب. صلصه بقى، ننزل بقى بعصير الطماطم، نص كيلو طماطم مضروب في الخلاط. نجيب بقى شويه ملح وشويه فلفل. ملح، نجيب بقى اللحمه بتاعتنا نوطي، هننزل بيها بقى هنا. عشان احنا متفقين 3/4 سوا هنا، وهنكمل السوا هنا مع الباميه بقى، عشان تاخد الطعم كده وتديني تست حلو للحمه مع الباميه.
كده تمام. ناخد بقى شويه شوربه. نقلب تغلي بس غلوه واحده، وبعد كده هننزل بالباميه ونقطتين ليمون. دلوقتي بقى هننزل بالباميه بتاعتنا. قلنا بقى هناخد معاها نقطتين ليمون. ليه بقى بحب احط ليمون وانا بسوي الباميه؟ بيديها مزازه، تبقى جميله جدا. تمام كده، نسيبها بقى تستوي وبعد كده نشوف هتبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. ووصلنا للحظه الحاسمه، لحظه ان الباميه تستوي. استوت. بصوا اللحمه بتتقطع ازاي، دايبه، لان احنا سويناها على مرتين. ومعانا طبعا شويه لفت من اللي احنا مخللينهم. نبتدي بقى ندوق، نحط بقى حته لفت. تحفه. نحط حته لفت. تحفه تحفه تحفه. اللحمه دايبه، الباميه مستويه. رهيبه. دمتم بصحه جيده. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه، ودعموا من قلبكم، ونفعل زر الجرس. ودمتم بصحه جيده مره كمان. وكومنت لو عجبنا الطريقه.